السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. اليوم جيت نقدم معكم طاجين بالايجاز او البعويد ومطيشه معسله. كيجي راقي واحد الطاجين وهكا خفيف، نقدروا نوجدو هكا الضيوف ديالنا، ولا نقدروا نديروه دابا حتى في السحور. تعرفوا دابا شهر رمضان الكريم، يعني هكا كيكون خفيف. بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم انا بالمقادير. اول حاجه عندنا واحد الحبه ديال البصله متوسطه اللي شلطتها رقيقه. عندي هنا سكينجبير، عندي هنا خرقوم ديال لابار، البزار، الزعفران الحر، القرفه، عواد. وعندي هنا جوج دريسات ديال الثومه يكونوا كبار. كما قلت لكم حبه ديال البصله تكون مشلده رقيق. وعندي هنايا الدجاج على حساب افراد العائله ديالكم، على حساب نتوما افراد العائله. تقدروا ديروا هكا، تقدروا ديروا قل قد هاد الكميه ولا قل منها. اول حاجه خديت هنا الطاجين اللي غادي ندير فيه هنا زيت نباتيه، وغادي نحك هذيك الثومه. صافي كنحك هاد جوج دريسات ديال الثومه في حكه كتكون رقيقه. وغادي نزيد البصله، وغادي نحط طاجين على النار حتى كتشحر لي البصيله شويه. ضروري هنا ما تكون العافيه مهيله على الطاجين. صافي هنا بعد ما تشحرات هنا البصيله شويه هي والثومه، غادي نزيد دابا دوك الفخيضات ديال الدجاج ومعاهم حتى واحد جنيوه حتى هما. كما قلت لكم يعني كتبقى على حسب افراد العائله ديالكم كميه ديال الدجاج. طبيعه الحال الدجاج حنا غاسلينه بالخل والملح اولا الحامض. انا هنا غاسله هنا الدجاج هنا الليله بقبل، خليته تنشف من الماء، درتو غير في الثلاجه لتحت. صافي دابا هنا غادي ندير هنا التوابل اللي حضرت معكم، اللي قدمت معكم في الاول. غير نسيت الحبه ديال الباديانه ما حطيتهاش، هذه نجمه الارض، كل واحد شنو كيقول ليها. وغادي نزيد عليه ديك العطريه اللي حضرت معكم. عفوا اللي قدمت معكم في الاول. صافي غادي نحاول هكا يعني كنقلب هذاك الدجاج بهذه الطريقه، وغادي نغطيه ونخليه على نار تكون هادئه، يعني نار قليله، حتى كيبدا يتشحر لينا هذاك الدجاج وكيبدا يطلق شويه ديال الماء كما كتلاحظوا معايا. صافي دابا هنا غنبدا نقلب هكا باش كتجانس هذيك العطريه وكتدخل لينا في الدجاج. صافي وكنخليها هكا واحد 10 ديال الدقائق هكا يعني كيتقلى مزيان مع ديك البصيله. كنغطيه وملي كيتقلى لي مزيان كنعاود نحل عليه. وغادي نزيد هنا ربع كاس ديال الماء. انا ما كنفوتش هنا ربع كاس ديال الماء في الطاجين، وبعض المرات ما كنديرش كاع الماء، غير العافيه تكون مهيله. صافي عاودت هكا قلبته كما كتلاحظوا معايا. كما قلت لكم هنا راه ما فتش هنا ربع كاس ديال الماء. صافي وغادي نغطي الطاجين وندوز هنا دابا باش نقي معكم الايجاز كيفاش كتشوفوا او البعويد، كل واحد شنو كيقول لي. تعرفوا دابا الموسم ديال البعويد
يكون دابا موجود. صافي خديت هنايا واحد الكسرونه. اول حاجه غسلت البعوض، هو اول غسلته مزيان وخليته تنشف من الماء. وكناخذ هكا البعويده كما كتلاحظوا معايا في التنقيه كيفاش كنقيها. كنحيدوا لها هذاك الطرف من التحت هو الاول. صافي كنبدا نقي هكا بهذه الطريقه. ما بغيتش انا نسرع معكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش كنقيه. كنبقى غادا هكا على هذا الشكل حتى كنكمل البعويد كله بنفس الطريقه. وكتكون عندنا هذه هكا شويه، يعني كنحاولوا كنديروا لها هكا واحد الفتيحه هكا باش كنحيدوا كيكون هذاك القلب اللي كيكون لتحت. صافي وكنعاود نقي هكا مزيان كما كتلاحظوا معايا. وكنحط نعاود معكم واحده اخرى باش توصلكم فكره اكثر. يعني كنحيدوا غير ديك القشره الفوقانيه وكنحاولوا يعني مش كنضيعوا البعويد، نحاولوا نحيدوا غير القشره اللي كتكون الفوق. صافي هنا بعد ما كملت هنايا التنقيه هنا ديال البعويد، زدت عليه هكا واحد 4 كاس ديال الماء ونص كاس ديال العصير ديال الليمون وحبه وحده ديال جوج حبات ديال المسكه حره وحبه ديال الباديانه وجعوده ديال القرفه. كنعصر عليهم هكا عصيره خفيفه هكا ديال الحامض باش كيبقى لينا داك الاجاز في اللون ديالو، يعني ما كيكحالش. وحطيته هنا على النار تكون هنا هادئه شويه تكونش مجهده. وزدت عليه هكا بعد ما غلى لي هنا الاجاز زدت عليه هنا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. وهنا درت ليه عسلته هنا بالعسل، درت هنا 2 معالق هنا كبار ديال العسل. واللي كيبغي الحلاوه يعني زايده شويه يدير 3 المعالق. صافي وغادي نخليه هنا يتعسل. وزدت انا واحد راس معلقه ديال القرفه، واخا درت عودات ديال القرفه درت انا راس معلقه ديال القرفه. صافي انا بعد ما خليت هنايا الاجاز كيتعسل، دابا غندوز باش نحضر معكم مطيشه معسله. اول حاجه خديت انا 2 حبات ديال المطيشه كبار اللي حيدت لهم القشره ديالهم وكنحيدهم حتى الزريعه كما كتلاحظوا معايا. وغادي نقطعهم هكا مربعات صغار بهذه الطريقه. كيجي هاد الطاجين كيجي رائع، هاد الطاجين كيجي زوين وفي نفس الوقت كيجي طاجين راقي وكيجي حتى البنه كيجي زوين. صافي بعد ما قطعت انا مطيشه هنايا من هنا مربعات، صافي كنحيد ليها داك اللي كتكون ديك النباته اللي كتكون الفوق كنحيدها. وخديت انا واحد المقله هي اللي غادي ندير فيها مطيشه. غنبقى غادا على نفس الطريقه حتى نكمل هاد المطيشه كلها. صافي هنا بعد ما كملت هنا مطيشه هنايا غادي نحطها هنا، غندوز نحطها هنا على النار تكون النار يعني حتى هي تكون نار مهيله ونخليها. ندوز دابا نشوف الطاجين كما قلت لكم. راه هذاك غير داك 4 كاس اللي درت ديال الماء راه كيفي غير كيطيب فيه الطاجين. غير العافيه اللي كنعاود ناكد عليها تكون العافيه مهيله. نحن حتى البصله حتى هي كتطلق الماء، داكشي علاش. صافي بعد ما قلبت هكا بهذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا كنقلبوا هكا داك الفخيضات والجنيوحات. صافي وغادي نغطي هنايا الطاجين. وغادي ندوز دابا باش نعسل معكم مطيشه اللي حضرت معكم. هنا خليت مطيشه حتى كتبان لكم يعني راه هكا نزلات مطيشه مزيان العافيه مهيله. دابا غادي نزيد هنا واحد شويه ديال زيت نباتيه كنحاول هكا يعني كنمعسها بهذه الطريقه هكا بسباتيلا ولا بشي معلقه ديال الخشب ولا
تقريبا هنا درت هنا واحد 3 المعالق ديال زيت نباتيه كبار. درت هنا واحد معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي ندير هنا واحد الحبه هنا ديال الباديانه، وجوج عويدات ديال القرفه، وجوج حبيبات ديال المسكه حره. صافي. وغادي نزيد هنايا سكر سنيده على حساب الا بغيتو الحلاوه تكون يعني مطيشه تكون حلوه اكثر، يعني كيبغي الحلاوه هكا زايده يدير حتى 5 المعالق. هي الا كان العسل من احسن العسل كيعطي واحد التعليكه كتجي زوينه. درت انا هنايا 2 معالق كبار، وإلا كانت مطيشه كتكون هكا شويه يعني هكا خضره حامضه شويه كما قلت لكم، يعني راه غتزيدوا السكر. درت هنا واحد رشاشه انا ديال الملحه، غير رشاشه خفيفه ديال الملحه. صافي. وكنقلبها هكا مزيان وكنخليها تعسل مزيان حتى كتعلك لينا مطيشه مزيان وكتنشف تماما. وغادي نزيد علينا واحد راس معلقه ديال القرفه، ونخليها نعاود كنحركها ونخليها هكا كما قلت لكم يعني تتعسل لينا مطيشه مزيان، ونخليها على جنب. صافي. بعد انا ما تعسلات لينا مطيشه كما كتلاحظوا يعني نشفات تماما، ما بقاش فيها هذاك الماء ديال المطيشه. صافي. دابا غنطفي عليها هنا على النار ونخليها على جنب، وغندوز دابا باش نشوف الاجاز حتى هو باش تعسل، حتى هو نطفي عليه على النار. كما كتلاحظوا هنا خليته هنا كيتعسل. كنحاول هكا ناخذ هذاك الماء اللي عسلته فيه والليمون، كنهز هكا بالمعلقه وكنبدا نخوي هكا يعني هكا الفوق، يعني بحال كنسقيو هكا بهذه الطريقه باش كيجينا داك الاجاز بنين او البعويد، كل واحد شنو كيقول ليه. دابا كما قلت لكم دابا راه كيكون دابا موجود، هذا هو الوقت ديالو وكيجي زوين في الطاجين. وغادي نزيد واحد رشاشه ديال الملحه، نسيت ما درتهاش، غير رشاشه خفيفه ديال الملح. صافي. نخليه هنا يتعسل. ندوز باش نشوف الدجاج ديالنا واش طاب. كناخذ هكا واحد الفرشيطه وكنقلب بها هي الدجاج، كنقلبو واش طاب. صافي. كيبان لكم لان الدجاج راه دغيا تيطيب. صافي. هنا الدجاج دابا هنا راه طاب كما كتلاحظوا معايا. صافي. دابا هنا راه غنطفي هنا على الطاجين. صافي. وغادي نبدا ناخذ داك الاجاز وغنبدا نزين به الطاجين هكا من الفوق. هنا واخا كيبان لكم الطاجين هنا راه طفيت البوطه، انا كتبقى ديك السخونيه ديال الطاجين. كيبقى هكا التزيين هكا بسيط كما قلت لكم، وحتى في الشكل ديالو كيجي يعني كيجي في المنظر زوين وكيجي راقي كما قلت لكم. يعني فاش بحال يعني بعض المرات في السحور كنحيروا هكا شي حاجه نديروها خفيفه هكا السحور، هذا كيجي خفيف يعني وراه دغيا كيتحضر، يعني ماشي كيشد الوقت طويل. صافي. بعد ما زينته هنايا بهذاك الاجاز، خديت هذاك الاجاز اللي عسلت فيه البعويد هو اللي درتو هكا من الفوق، وغادي نزيد هذيك المطيشه اللي عسلتها حتى هي غنزين بها. الزين كيبقى بسيط البنات على حسب كل واحد وكيفاش يعني كيحب يزين. يعني انا بغيت نشارك معكم هكا يعني شي حاجه اللي هكا بسيطه. كما قلت لكم دابا هذا البعويد دابا راه هذا هو الوقت ديالو.
وخديت انا واحد شويه هنا ديال السمسم بيض اللي سخنته غير شويه، هو اللي زينت به. نتمنى ان شاء الله الوصفات اللي كنشارك معكم، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. وما تنسونيش البنات من لايك، او وليتو كتنسوني من لايك البنات باش يوصل معكم كل جديد ديالي. ونتمنى ان شاء الله هادشي اللي كنحضر معكم يعجبكم، وكنعاود نشكركم بزاف بزاف على التشجيعات اللي كتشجعوني، ولا على يخطيكم عليا. والله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتو ان شاء الله. وشكرا، ونتلاقى معكم في شي اخرى.